فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سماحة الوالد، أحد الإخوة يسأل يقول: أرجو من سماحة الشيخ صالح أن يحدثنا عن شهر الله المحرم وعن فضله وعن صيامه كاملا مأجورين. نعم، شهر الله المحرم ثبت فضله بقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الشهور إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم. وفي أول شهر الله المحرم العشر الأول منه فيها مزيد فضيلة، لأنها الأيام التي نصر الله رسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام على عدوه وجنوده آل فرعون، فهذا شهر عظيم هو أحب الشهور إلى الله بعد شهر رمضان. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وآكده التاسع والعاشر، آكده العاشر، ويوم قبله أو يوم بعده يستحب صيامه طاعة لله. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى أو أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيام يوم قبله وهو التاسع، أو يوم بعده وهو 11، مخالفة لليهود. فهو شهر عظيم وشهر فاضل، وفيه نصر موسى عليه السلام وقومه المؤمنين من بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه وصوم يوم قبله أو يوم بعده، مخالفة لليهود. أكمل ما يصام 3 أيام، صوم يوم قبله ويوم بعده معه، تكون 3 أيام، هذا أكمل. ويليه في الفضيلة أن يصومه ويصوم يوما قبله أو يوما بعده، يعني يصوم يومين. وكذلك صيامه وحده بدون يوم قبله أو يوم بعده، فصيامه على 3 مراتب: صيام 3 أيام، يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، صيام يوم عاشوراء وصوم يوم قبله أو يوم بعده، صيامه فقط وحده. كل هذه سنن ومستحبات وفيها خير كثير. نعم.